واضح يا جماعه ان مباراه الاهلي وبيراميدز بكره ان كل التوجهات بتقول ان لازم الاهلي يكسب المباراه دي، والاهلي ما اكتفاش ان مصطفى فتحي ورمضان صبحي مش هيلعبوا، قال لك لا انا مش عايز الشيبي كمان عشان ما يزعلوش ان النصر، راح مدين للشيبي كارت احمر ومش هيلعب مباراه الاهلي. ليه الشيبي؟ الشيبي بيجي قصاد الاهلي بالذات وبيبقى في فريق لوحده، فالاهلي كان خايف فطلب ان الشيبي ما يلعبش، راحوا مجاملين الاهلي. انا موافق يا بيبو، عايز بقى اشوف 11 راجل قصاد 11 راجل، ما تجيش كمان بكره وتعكها ولا 11 راجل قصاد 10، شكلك هيبقى وحش، او 12 وتضم الحكم يلعب معاكوا قصاد 11. خلاص بقى بجد العب لعب برجوله، مش انت صارف وجايب لعيبه بملايين الدولارات، اعتمد عليهم بقى، مش اللعيبه دي اللي جمهور الاهلي عمال يزرط ويقول عندنا احسن لعيبه في مصر وهنفرم الدوري، ما تعتمدوا بقى على اللعيبه دي. نفسي اشوف لك ماتش او مباراه تلعبها بشرف، على الاقل لما تطلع لي وتبقى المركز الثاني احترمك، ابص لك تحت كده ان انت طالع بشرف، مش طالع بتزوير ومجاملات تحكيم ومجاملات رابطه الانديه. عيب عيب بجد، عايز اشوف لك مباراه برجوله. يا ريت بكره نتفرج على كره نظيفه، افهم يا ليفا سمعتك بقت وحشه.